عندنا حفله ومسابقه. بصوا انا هحكي لكم حاجه واختم لكم بيها، ما انساش ابدا لاولادي الصغيرين موقف مضحك جدا جدا. طبعا ما شاء الله انا عندي 4 اولاد، 9 كان في انا الموقف ده كان 9 7 5 وبعدين 2 هم جابوا الصغيره كده وحطوا الصغيره في ترابيزه الصالون، شالوا الازاز ما شاء الله عليهم، شالوا الازاز وحطوها جواه وغطوها، وجابوا الملايه شالوها ربطوها في الساعه والربطه الثانيه في المكتبه كانت حفله جميله. وقطعوا ورق النتيجه وقلبوا ورق النتيجه وكتبوا عليه ارقام، ويلا حفله احنا نعمل عشان معاكي، وبعدين لما يجي بابا نعمل معاه الحفله، ونقعد بقى والفقرات بقى، واحنا انا البندوره الحمراء، وعدونا طماطم، كل الحفله كانت توزيع طماطم بيغنوا للبندوره الحمراء. وبعدين يعني مش عايزه اقول لكم ده كان هو المدبر. وبعدين الصغيره فتحت بدي المفاجاه بتاعت الحفله، طلعت من الترابيزه ماشي وانا ما اعرفش ان الازاز متشال، طلعت من الترابيزه مغطينها، ولما نستشهد بنروح الجنه 40 مره بتغني لما نستشهد بنروح الجنه. موقف مضحك جدا وهم ماشي، ولما بفكرهم بالموقف ده بيقعدوا يضحكوا. طبعا مش عايزه اقول لكم حماتي عملت ايه، طبعا العيال بيدبدبوا بقى وخبط ورزع، مش عايزه اقول لكم عملت ايه. اللعب مع الاولاد ما بيتنساش، والحاجات الجميله اللي انا بفنن فيها تبدعي مع اولادك ما بتتنساش. ويعني هي انا بقول لكم كلها يعني 7 سنين ولا 5 سنين وعيالكم يمشوا من البيت وتفتحوا الاوض، العيال اللي في الجامعه واللي في كليه وفي كده، طب تعالوا وخربوا، تعالوا واعملوا، بس ما تسيبوش البيت فاضي. الابداعات بتبتدي منك انت، تميز وابداع وقوه ايمان. ان شاء الله هعمل لكم حلقات خاصه بالاساليب السلوكيات الجميله الايمانيه اللي خاصه في ديننا، وازاي اقرنها بسلوكيات ايجابيه.